حاسس ان انا محتاج اوريكم الموضوع ده بما ان في ناس سالت كتير عليه. نقدم لكم اللون التاني، الناس كلها شافت النبيتي. نقدم لكم بقى اللون التاني من نطلع لها اسمه دلوقتي حاجه. ايفولف جرافيتي جيرسي. ليه؟ لان بص اوريك، كنا عاملين شوت قبل كده اسمه ذا سيركل، و ايفولف ديت كانت معموله او كانت مرسومه على الحيطه بالجرافيتي من مارلي. ببساطه كده، عشان كده هسميها جرافيتي جيرسي. تعالوا كده عايزين نوريكم كلوز اب خفيف. نعمل كده اوفر سايزد بوكسي، ظبط الاداء. ممكن تقدمه برضه بانكر. في هنا براندنج مينيمال جدا، ممكن نصغره شويه. ماتيريال سهله مريحه، لا بصراحه انا حاسس ان هي كده زي الفل. انا كضوي بلبس سايز لارج، ده لارج عليا. وزني 100 كيلو وطولي 178، فده فور ريفرنس ان انا اكون بلبس لارج. اعتقد المقاس كده كويس، بس قولوا لي برضو ايه رايكم، انتوا شايفين ايه؟ المقاس كده مظبوط؟ نخليه كروب شويه ان هو يبقى بوكسي اكتر، اللي هو من الاخر يبقى الطول لحد هنا. يعني حابين برضو نسمع رايكم في الحاجات دي، لان احنا في الحاجات او اللبس اللي بنعمله ببساطه عارفين احنا اللبس ده ما بنعملوش عشان ولا نكسب منه ولا اي حاجه. احنا اللبس ده بنعمله عشان دي حاجه بنكون احنا عايزين نعملها، وفي نفس الوقت عشان ايفولف تكون بتتشاف من الناس كلها. فلو في اي حاجه شايفين ان احنا ممكن نغيرها او اي حاجه ممكن نزودها، اكتبوا في الكومنت سيكشن بتاعنا. دي كده اول حاجه. تاني حاجه، تعالوا نكمل في العربيه. نعمل ايه؟ الحاجه الرسميه للجيم في الاخر، بالذات لو انت رايح ايرون فليكس زي النهارده، لازم تلبس الاتار المظبوط. انسبايرد من جي بي جوردن بيترسون. جو حلو قوي قوي. هو المفروض مكتوب في العربيه درجه الحراره 24، بس انت تحسها مثلا ايه 29. الشمس الحلوه اللي هي الشمس اللي ما تخلكش تحس ان انت بتولع كده، وفي نفس الوقت ايه، مش اللي هو الجو المشمس اللي في نفس الوقت تحس ان انت بردان. لا مظبوط، تقدر ان انت تتمشى بنص كم. بس المشكله بقى الجو في التجمع بالليل لا بيبقى فعلا برد. بس انا بتكلم بقى على الدقي والمهندسين. انت بالليل لو عايز تنزل بالفالينا هتنزل بالفالينا عادي، تبقى مبسوط، يبقى زي الفل. بس مش عارف بقى، خلينا نشوف. بس هو يعتبر كده خلاص. انا بالنسبه لي الشتاء خلص. الشتاء خلص يعني ايه؟ نبتدي بقى نجهز الصيف، نبتدي بقى نجهز الحاجات النص كم، تبتدي ان انت تروح الجيم بتانك توبس، تبتدي ان انت تجيب بقى ايه اشياء ايفولف ممكن ان هي تبتدي تنزلها او اصلا موجوده على الويب سايت. تجيب جيرزيز، تجيب تي شيرت اوفر سايز، تجيب التانك توبس اللي هي الوايف بيترز اللي تحت البتاع ده. ايا كان الحاجه ان شاء الله مش هتجيب من ايفولف، هات من اي حد تاني او هات من اي حته تانيه. بس خلاص تبتدي بقى تجهز للصيف، تبتدي تجهز بقى لنضاره الشمس، لللبس، تبتدي تجهز ان انت تصيف. حاجات ساقعه، ايس كريم، حاجات حلوه يعني. ايه مهاب ده؟ ده نازل من البيت عامل كده ايه ده؟ انت ايه ده؟ ده الصحه يا فندم. اهلا وسهلا. اخبارك ايه؟ ازي حضرتك يا فندم؟ موبايل وقع ضوء. يا لهوي، مؤاخذة مهاب. طب ما هي طلعت بتقع اهو. هي دي ماجنت؟ وريني كده. يعني انت اللي على الموتوسيكل بتاع دي تطير موبايل؟ ما تعرفش. تيجي نكتشف بس لو الموبايل وقع الموبايل ده بيتأمن عليه؟ معانا مستر مهاب. والله زمان والله العظيم 3 والله بعوده. والله بعوده والله العظيم. الراجل مشغول اليومين دول اليوتيوب بقى خلاص. نسيتنا يا مهاب. ده ايه ده؟ ده ميه. هي دي عامله لونها مطرطر كده. لا ده زيت. زيت؟ صوص. ده اناناس ده ولا ايه؟ ده مانجا صور. حلوه؟ حلو. طبعا. ولا ايه؟ والله يا ابني دي ميه طرطره يا اسطى ده زيت. يا اسطى. يا اسطى ما هي في الاول في الاخر ميه، وانت مش بتشرب عصير. البتاع طعمها وحش ولا انت حاطط قليل؟ لا حاطط، هو اصلا بتحط 4 نقط، انا حاطط بتاع 11 نقطه 11 نقطه. خلاص احنا ندخل في المجال ده ونحتله. جاهز. جينا هنا ولقينا الشخص المحترم ده. ازيك؟ ايه ده ايه انت غلبان خالص. ايه ده ده ايه اصلا نوع ايه؟ ده بيتبول صح؟ لا بيتبول مستحيل. جريت دين.
ده هيطلع هو عنده قد ايه؟ هيطلع مدكوك ولا هيطلع طويل ده في الاخر؟ 5 شهور. ايه الحلاوه دي؟ ده لحس ايه ده؟ اتكلم الكاميرا. ايوه انا بحب كده، ما عنديش مشكله. انا بحب كده. يا لهوي والله يا انت غلبان. طب مصطفى ما تيجي ناخده هحطه فين في الاوفيس؟ ايه ده يا لهوي. ايه يا عم ده؟ لا احنا نفكك حالا. يا لهوي دي ما بتتفكش؟ اهي. السلام عليكم. الاخبار غلبان. طب ليه غلبان كده؟ مش فاكر ان انت بتضربه. انا فليكس بس انا مش واخد بتضربه ليه؟ تربيه ايه؟ ده طالع غلبان. صغير لسه. يعني ايه الخلطه لا ماليش فيهم خالص. عارفهم. ممكن اشوف الصوره. بس انا بقول عندي فلاش بولدوج. اللي هي خفيفه اللي تنط عالي فشخ. هي دي. بس دي ما رفيع صح؟ بس مالناش مكان ليها دي. ده بيبقى مجرم يعني. لا ده هايبر اكتف بشكل غير طبيعي. التربيه جامد قوي. ايرون فليكس عمل رينوفيشن. تعالى ما ناخد الناس دول. مش 100% اللي كل ده لسه بيتظبط. هنا ايرون فليكس. هو غطى حرفين الباب. لا ده انت مروق. اخيرا. ايوه كده يا عم. حمام عدل. لا هو ايرون فليكس على الحمام براند. نشتغل بعد كده في بدل دكتور جريش يبقى في ايرون فليكس. خلي بالك يا مهاب. ريلاكسنج اريا. يا دوني بص ريلاكسنج اريا. وش يا حبيب قلبي. هنا بتقعد يا باشا تريكفر هنا. جرب ايه؟ تعالى منه. بقول لك ايه ما تقلقش في مشكله. تكره مين؟ بيقول يفتح عندي. مهاب خالد. اعتبر ده انت سامع الصوت اوريدي كده تبقى عامل حلو. جرب كده. ايه خالص كده بقى عيد العقول ده كده. ده سيف عيد العيد احسن من كده. مش دي مش قوه دي المفروض. انا عايز اعملها بسرعه. طب خليها بسرعه بس قدام عدل. بس اعملها انت قدام عدل. انا عايز اجرب واحده الاول. بس على ما توقعش. دي بتاعت اطفال يا قصدك يا مصطفى؟ دي بتاعت ادم والله. ايه انت بتفكر منك يمين وشمال ليه؟ ما هو يا اسطى ما هو يا اسطى شويه بقى. ايه ده يا اسطى دي طلعت صعبه. ايه يا مهاب ده؟ يابا سنس فهمت. يلا طبعا هتلاقي اي حد يقول لك ايه هم بيعملوا ده. هيقول لك زي ما انت كنت بتقول سهله. واجي اعملها انا. وحشني. تعالى تقول جرب بتاع انا جربت بتاع دي. والله حاجه فوق. يا ابني الواد ده قاعد دلوقتي بيدي حوار معايا. بدي هون ولا مين؟ الناس اللي عندي ما شاء الله. يعني انا بقعد كده ادخل السرنجه هو يدوس اخر حته ويسحب السرنجه. بس انا عشان يعرفوا مين اللي بيتكلم يقول كده. مش انا. تيفا الاونر والسي او بتاع عارف اللي يقول لك لما الاب والابن بيجوا مع بعض بيعملوا انشطه مع بعض فاهم؟ ماشي الحوض هنا مين يدي الحوار؟ قسمها 4 دربع مين يدي الحوار؟ وقطعها. فاكر اخر مره لما قال لك ابني خد جي اتش ولا خد جي اتش؟ لا ترند. كان ترند ضرب في وشه. ادم مره كنت بدي واحد ديدو اسمه بتاع هو واقف جنبي بيتعلم الصنعه. ماشي؟ بتعلم الايه الصنعه؟ الصنعه تعمل ايدي خفيفه بس تعمل سرنجه وحشه. بتدوس ضرب فرقعت عارف انت ففرقعت في عينه وفي عينه. ترينو وماستيرون وتسلا. يعني كده ادم هيبقى عنده انا مش قادر افتح عيني بفتح عيني في المرايه لقيت كلها احمر طبعا بس والواد طلعنا على الصيدليه لحد ما وصلنا هناك كان فكت اصلا. الحمد لله انت كنت عارف فابويا قال لي وش مستوى بيقول الجرعات حرفيا تحت. بتاعت حد عامه يعني. لا بس خلي بالك ده يعني من اصل على الحاجات اصلا اللي هي بتودي البروف يلا هنلعب الشايب فاهم. بالظبط كده يقول لك انا هضطر اعمل حاجه ما ينفعش تبان على الكاميرا. انا بره عني ميه عضلات يا باشا كله زي الفل. مالناش احنا اخرنا ايه بري ورك اوت ايفولف الواي بروتين بتاع ايفولف الكرياتين وعاملين جته اجمد منهم هما الاثنين.
بريز، خد البري يا دوني، انت هتصور في اول واحده. انا عايز ناخد تاني ماشي. انت خدت؟ انا واخد دلوقتي 2. لا يا نهار ازرق، لا خلاص. اهو لا تم خلاص. انا لسه قرشه قبل ما اجي فاهم. خدت سكوب واحد بس وانا جاي لا اللي هو تمام هاخد هو الثالثه. بصراحه ده ما يتقالوش لا بصراحه. مش هقول من ايه عشان والله يا شباب الراجل ده في الحقيقه غير اللي انتوا الراجل ده في الحقيقه يعني بص، انت لو ما بتحبوش بسبب فيديوهاته انت لازم تحبه عشان تشوفه. دي حقيقة. والله العظيم 3 ضوي كلامه صح، ده 1 2. انا والله ما العظيم. بحبش اي حد والله العظيم. دي حقيقة. انا بني ادم بيحط كله بالتليفون تحت. الراجل ده انا بحبه قوي يا جدعان بالراحه اشرب واحد. هو فاهم مش سعاده مش سعاده اللي هو مش عارف لا يقول لك إيه والله. بيرجو انا بحبه قوي يا جدعان والله. دي حقيقه هو على فكره خلي بالك هو ده سبب يعني السوشيال ميديا والله بتبين لك الناس حاجه وفي الحقيقه حاجه. يعني ممكن الشخص على فكره تقراه على السوشيال ميديا شوف في الحقيقه اللي هو انا حبيته، حد على السوشيال ميديا ممكن تشوفه صح. تحبه وتشوف الحقيقه اللي هو الخرا. ايه الخرا ده؟ خليك سوشيال ميديا احسن حرفيا. مش بعلص لحد فيكم والله، بس بجد اكتر اتنين كنت متاكد ان هم على الحقيقه نفس اللي انا شايفه على السوشيال ميديا، بعيدا عنك انت شويه يعني. لا معاك حق بصراحه. اسمه إيه؟ لا والله العظيم. لا، أنا متأكد إن أنت أنا على السوشيال ميديا الحقيقه شخصيه عسل فشخ. حبيبي انت وهو والله العظيم. صفر دول اكتر اتنين كنت متاكد ان هم على الحقيقه اشخاص انا احبها. دي حقيقة. في ناس كتير على السوشيال ميديا انا عارف انها على الحقيقه مش كده. دي حقيقه. يعني او على فكره مجالنا وغير مجالنا يعني بصراحه يعني انا بحس كمان في مجالنا الموضوع بيبقى فيه حزق شويه كده. كله بيبقى واخد الموضوع على اعصابه عايز يطلع كاركتر علشان يروح حاطط على الناس التانية والكلام. بس في الاول وفي الاخر يا جدعان كلنا عايزين نعمل حاجه كويسه فعلا، بنقدم محتوى عشان حضرتك تستفيد يعني في الاول وفي الاخر يعني. وبعدين انا بحب اهزر كتير والله. انا بهزر مع الناس حتى لو مش عارفه، ممكن اهزر معاه هو يفتكرها اوفنس بس انا والله عادي ممكن ابقى صح صح. ماشي ماشي انا والله محترم بس اي حد مشهور اي حد يحب لا بص انا شايف كده بصراحه. لا هنتكلم في الموضوع ده هنتكلم واحنا بقى ايه بنهلفت جديد. نتكلم واحنا الرجاله بنهلفت. اللي معايا انتوا قد الدنيا كده محدش يقدر يهزر معاكم يمين او شمال لان انتوا عارفين اللي فيها. ها انزل بالراحه. دي مش عفره بري ورك اوت، دي عفره ارواح. بص عارف المجموعه اللي بتبقى في اخرها نت تحس ان انت شفت ريتش بيرانا الناس اللي ماتت دي كلها. ما هو ده بقى فاهم. المجموعه في اخرها كده تحس ان انت سلمت اترين تيكت ليه. بري ورك اوت. عرفت على السوشيال ميديا ولا؟ وانا خارج من بودي فاكتوري كان بدا لسه في الاول كان بيطلع لي على تيك توك فكنت عارف فشافني لسه اقول له حكي اشوف جيمز انا معايا محترم فشخ عسل فاهم. حبيبي والله حبيته عادي من اول مره. بعدين اتفقنا ننزل نتمرن سوا. الكلام ده بقى تقريبا بقى له سنتين. ده حرفيا بس انا بقى زي الحمار ما خدتش رقمه يا اما غيرت التليفون فالرقم راح. بس بحاول اوصله. بعدين مش فاكر بقى انستجرام؟ جبت رقمه منك. ايوه والله قلت لك انت اتصلت بيك وقلت لك ابعت لي رقم الدنيا. فاكر ما اتصلت بيك؟ صح رمضان في نوير كده بقول لك ايه واحنا ليه ما نزلناش لا ما نصور؟ اتمرناش ليه؟ انا اول مره قابلت بيرجو قابلته في مصر لاند في رمضان كان مخلص تمرين كده بص اللي هو اخيرا تعالى بقى. اخيرا حكايتك بقى. لا هو كان صامت فاهم صامت وغامض وتقريبا ما فطرش ولا اي حاجه. لا بيرجو انت قابلتني وانا عندي فاكر كان في اسبوعين كده كان عندي يوم برد. احنا اتمرنا اليوم ده كان عندك برد اصلا. اتمرنا وانا عندي برد. وكان يوم صعب. صح ايوه حصل. تيفا انت لسه بتاخد دين. انت مالك انت فجاه ليه؟ تيفا كبير حجمه ومقام. بس انا ماشي بس انا شايف هو ده اللي انت ركزت فيه؟ يا اسطى جيت احط ايدي هنا لقيت فيه هو ده اللي انت ركزت بتسلم علينا. حرفيا يعني انا عايز يعني انا بقول لبيرجو في يوم لما انا لو ما شفتكش بتعمل ستاند اب كوميدي انا هفشخك حرفيا. على فكره انت عارف ان انا فرحت فشخ من والله يا ابني بجد. رحت وريته الاربعه خمسه اصحابي جنبهم بص عملت ستاند اب كوميدي زمان لا يا راجل. والله العظيم تصدق انا كنت عايز اقول لك كده. ما كانش حد يعرفني ساعتها.
بس كنت عايز اقول لك كده والله. اكاديميه ناصر كانوا عايزين حاجه لو بادجت فجابوا بيرجو. كانوا عايزين حاجه لو بادجت صغيره كده فاهم انت، فانا مش حد يعرفني، فقالوا نجيب علي قنديل، لقوا البادجت بتاعته غاليه قوي فراحوا جايبين لنا. طب الناس انبسطت؟ صحابي ايوه الناس انبسطت فشخ، بس انا كنت مش فاهم انا كانت رجلي بتترعش ازاي وانا طالع. ما كانش لسه حتى على السوشيال ميديا، انا ما بطلعش اتكلم، اخري بنزل فيديو. فاهم؟ يعني ثانيه انت على بس ضحكت يعني، ضحكت ان ما كانش في غير واحد قدام كده جاب لي اكتئاب، امين المكتبه كان قاعد قدامي قاعد كده، ما تضحكش، الناس كلها بتضحك ما عدا ده. ما عدا ده اللي هو واخدك، ده اللي هو ده اللي هو واخدك جد، اللي هو ايه اللي هو بيقوله ده؟ شخصانه معايا، شخصانه معاك بالظبط. بس غير كده ما عرفتش اعيدها تاني ازاي، فاهم؟ كنت كده في رهبه مسرح. انت عارف ان معظم بتوع الستاند اب كوميدي اصلا، او مش معظم، كتير منهم يعني، او اللي بيطلع لك على السوشيال ميديا المعظم اللي بيطلعوا على السوشيال ميديا اللي بيطلعوا بيعملوا حاجات بتضحك، في الحقيقه هم انتروفيرت فشخ وما بيضحكوش ولا اي حاجه من الحاجات دي. ناس كتير على السوشيال ميديا سكريبتد شويه يعني، سكريبتد، هو بيبقى على السوشيال ميديا بجد حاجه وفي الحقيقه حاجه. ساخن مجموعه ولا ستاند واحد ستاند اب عمري بتنتمي لانهي مجموعه؟ في مجموعه الفتنس يعني، فيها مثلا في ايه؟ ساينس بيزد، اولد سكول، ايا كان. هل انت شايف يا بيرجو ان انت بتنتمي لمجموعه معينه؟ يعني دون في مجموعه، او هو رئيس مجلس اداره مكافحه العرر مكافحه العرر. حاسس ان انت بتنتمي لانهي مجموعه او كالت من الاخر؟ اكن الكاميرا مش موجوده صح؟ كالت من الكالتس اللي موجوده. مش عارف، بحس مش لكالت معين، انا بحس روستنج كالت اللي بيمسكوا يعني انا مع التنمر اللي بيجيب ايجابي. يعني انا بحب اتنمر على شخص يجيب ايجابي معاه، مش طب بتحس يعني حد على فكره لما انت معايا بيتضايق ان انا هزرت معاه كده، فبيقول لي يا كوتش انا اتضايقت من الفيديو مش عارف اخش، بقول له يا اسطى انت اخويا الصغير بهزر معاك كده، اخويا الكبير كان بيهزر معاك كده، بحبه فشخ عادي، مش اذى يعني فاهم؟ يعني في ناس تتضايق. ايوه كده اكيد في ناس بتتضايق. انت يا باشا انت انت على وضعك باشا اخويا اصلا. لا اصل والله بص خلي بالك، انا مقتنع بحاجه اللي يعني هي بتيجي من ناحيه ايه؟ البني ادم ليه بيتضايق لما حد بيقول له كلام زي ده؟ اللي بياخدها تشجيع ده عارف هو يقدر يوصل لايه، فما بيتضايقش صح، لان هو عارف الكور بتاعه. انما اللي بياخدها على قلبه بيبقى ايه؟ اللي على راسه بطحه، وساعتها برضه بيفوق بعد ما الكلام ده بيوصل. فالتشجيع او الروستنج اللي هو بيعمله، او انا عن نفسي مش هقول لك ان انا بسيف او مثلا بهزر مع حد بطريقه معينه، انا بتكلم معاك زي ما بتكلم مع نفسي. عمري ما هطلع اقول لحد حاجه انا ما اقبلهاش على نفسي. لو انا بوجهها بنصيحه يبقى خد النصيحه وانت ساكت ونفذها. صح. انما ما تفتكرهاش ان هو محتوى، ده مش محتوى. صح. احنا بنعمل كده عشان احنا بنحب نعمل كده، احنا بنعشق اللي احنا بنعمله. بس انا عن نفسي والله بجد انا شايف ان هو ده بني ادم حقيقي فعلا، حقيقي هو بيتعمل كده فعلا. بتسكريبت اي حاجه من اللي بتصورها؟ لا يا راجل عمري ما في ستوري تايم واحده او اي حاجه والله اقسم بالله. اقول لك حاجه، في بيج جديده انا عملتها على تيك توك بتكلم فيها باحترام، شفتها دي؟ لا انت تتكلم باحترام اقسم بالله ما في، بس جميله يا ما اسطى. في حتى تلميحه واحده، تخيل عملتها يعني عايز اطلع للناس حاجه كده بارت، لا عايز اوريهم يعني هو بيرجو محترم. مش بيرجو محترم ومش بتصنع، بوريهم حاجه ممكن الناس ما تعرفش تتفرج عليها عشان هم ضد مثلا مبدا معين، فانا عايزه يسمعني، عايز يسمع الحاجات اللي في دماغي، بس يعني ما يبقاش متضايق من حاجه بتطلع تضايقه. اوكي. الناس اللي بتحب ده تحب ده، واللي ما بيحبش ده كلمه بينها سكريبت، بحط الكاميرا وبتودي تقريبا الكاتس هتلاقيها فيها بتاع 3 مرات ولا 4 مرات اللي هو ولا حاجه. ايه ده في مصيبه في جيبي، انا ازاي نسيت يا نهار ازرق يا نهار ازرق. اخش اعطيهم. الحمد لله انا مفيش دمبلز عليها. بس لازم كان في حاجه عايز اقولها والله، كنت بقول لك على السكريبت. لا قبل السكريبت كده اسمه ايه ده، انا ضد السوفتنس، ما بحبش العيال اللي تبقى سوفت يعني، ما بحبش يعني. مره في ام ولد دخلت كلمتني، كل الاحترام ليها طبعا يعني، ايه في ايه انت بتجيب ايه يا عم؟ خلاص طيب انت بتصور انا بتكلم كويس وبص في ايده ايه فاهم؟ معايا بس فمره مامة ولد دخلت كلمتني قالت لي انت يعني اتريقت عليه ودلوقتي هو يعني نفسيته تعبت، فبقول لها ايه يعني، طبعا استغربت لان انا والله قلت عليه عجل او فخمه حاجه كده، بس عشان هو خنزر في الدايت، فهي حاجه نورمال، انا اصلا كنت بتعرض لده يوميا في البيت يعني. فانا كلمتها قلت لها بص يا طنط انا بتعامل معاه ان هو اخويا الصغير بجد عادي. هي كلمتني قلت لها معلش ممكن، هي كانت عايزه تتصل بيا قلت لها تمام، رديت عليها بص انا بتعامل ان هو اخويا الصغير، بلاش تحسسيه ان الحياه وردي زياده عن اللزوم،
يعني خليه يتعرض لده وقولي له ان دي حاجه عاديه، بس تمام ما حدش يجي على كرامته طبعا. بس زلزال. عشان الحياه بره مش وردي كده، سواء في الشغل. والله الكلمه دي اخويا اللي قالها لي، اخويا الكبير اللي هو انا اتعلمت منه بادي بيلدينج اصلا يعني في الاول وحبيتها. هو اللي حببني فيها. ما هو كان بيجري ورايا حوالين حديقه الطفل بالعصايه، ده بجد دي حاجه والله العظيم. كان مره تعبت ورحت واقف، راح مش فاكر شاطني حاجه كده، وانت واقع على وشي وعيطت، انا عيل صغير فاهم بس احلى حاجه الاخ الكبير. وبعدها قام عادي يطبطب عليا، قال لي ما تزعلش حاجه عليا بس انا عايز مصلحه. ما فهمتهاش غير بعدين والله العظيم، ما فهمتهاش غير بعدين وساعتها عيطت وزعلت. رجعت البيت انا تخين وخلصت كده انا تخين كتير وموت. الناس كلها اتفرجت عليا وانا بقى على الارض. بعد كده فهمت. ايوه فاللي بيعمله مع الناس ده اللي كان بيتعمل فيه زمان. مش كله مش كله، انا زودت شويه. هو خد الموضوع وعمل له اكستريم. اخر مره كان بيخيط قال لي ايه؟ انا عندي برد. والله ما انت شفت عينيها كانت حمرا ازاي، الناس كانت عماله تسالني في كومنتات مال عينك تشرب ايه؟ ودي ونش جيلز. هو ده هو جانك سيت ولا يعني عدتين ثلاثه؟ RP7 حتى. طب يبقى حلو هنا كده. مزيكا. ليتس جو بيبي. كارديو. كبرت يا بطل. كمان بيس. مش محتاجين ونش. مش اوزانك ده دول لسه دوك. صاحبتك اقوى منك يا اسطى. سرتك شكلها سكسي. عليك حاجات يا ابني. اول مره يتقال حاجه زي كده. حسين عارف حسين صاحبنا؟ عارف حسين ابيضاني صح؟ الابيضاني ايوه انت وقت ما مين سبايدر مان. ايوه السلس. هو الدن وحسين بيطلعوا لي على الاف واي بي بتخض لازم عشان هو بيطلع. لا بس حسين علمك ونقف كده قول لي بقى انت وصلت لايه؟ هو حسين اجريسيف اكتر مني بكتير على فكره. لا بقى فعلا اجريسيف فعلا في الحقيقه. عارف حسين؟ الحسين هو عنده الحسين باي صح؟ بولر. حسين اقسم بالله بقى في برضه نفس الكلام. ناس في الفيديوز لما يشوفوا حاجه حسين في الحياه اقسم بالله من اجمل وارجل واطيب الناس اللي هشوفها. انا ده الشخصيه الوحيده اللي مش عارف احدد هو في الحقيقه ايه. لا جميل قوي جميل والله فعلا. سونس الفاخر، انت عارف انا بحبك قد ايه يا اسطى والله. بيست ودي ادور. ودي يا سيف. هو ده جوت ولا حاجه يا برو. هو اللهم بارك. معضل فشخ. ايزي هو ده عدي عادي والله. ودي ونش جامد يا ضاوي. مرصص الحديد. ما شاء الله ما شاء الله. هو دي كارديو ده مش بي ار ده. ونش ما شاء الله. هو الونش هو ده بيست. على الارض ولا ريست. الاول كوع وبعدين امسك الريست سبورت. اتفرج يا ونش. في الاول كوع يعني ولا ايه ده؟ لا فصح في الاول ريست بعد كده من كوع. في الاول ريست والله بعد كده كوع طلع بس. ولا ايه يا بيرجو. روح هو بسم الله هو ولا حاجه يلا دبابه. ما تساعدش يا سيف. يلا ايزي هو ده مايتي بوي. هو ايش معايا يا سيف حاجه بسيطه. ركز يلا بيست. يا عيني على الحديد وهو بيتربى. يا عيني اول مره العب ب 125 باوند اكتر من عدتين. والله اول مره اكتر من عدتين. ماشي ده كام دول؟ كده اللي جاي هباك اوف. اللي جاي هباك اوف حاجه و50 انا مش عارف. هماكم بقى مثلا بايه؟ 50 او 45. 45 فورميه يعني 45. تعرف ان هو بيعمل ريفيل للمنديل؟ يعني هو بيبقى معاه كيس مناديل وهو جاي كل مجموعه بيحط 5 6 في بقه مثلا. يلا ارتاح يا برو.
لوحدك يلا. يلا يا دون. مش مساعدك، مش مساعد. انزل عادي وانا معاك. انزل يا دون. يطلع لوحده والله مش مساعده ما شاء الله. دولاب 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 ما شاء الله. حوار المنديل ده انا كنت ضايع على انستجرام بس طلع حقيقي. حوار المنديل ده طلع لا لا عادي زي السلسله اللي انت بتعض عليها. انا هو كنا بنتنافس بيقول لي نقعد في السلسله قبل بقول له لا يا حبيبي انا نقعد في السلسله الاول. انا بصراحه عجبني الستايل بتاع السلسله ده كنت بشوفه زمان ف رحت مش هكدب يعني هي السلسله جت لي هديه بس انتهزت الفرصه يعني سرقت الايدنتيتي. ضربها في نص التمرين يعني. ايه ممكن تساعدني امسك دي عشان كنت جايبها لك. عارف ده ايه يا ابني؟ بص لي كده، بص لي. على فكره ده مش اي حاجه تانية، ده عرق الدون. ده عرق الدون. لا يا عم لا يا عم اضربك. هو عرق الدون. انت فاكر نفسك السنه كده ولا ايه؟ ايه؟ يا اسطى مفيش 10 دقايق وهلاقي نفسي كده يعني. بس لو بتمرن مش بحس بده قوي. لو خدتها قبل التمرين بحب هترعش وبتاع. بسم الله. يور اس والكاميرا. الكاميرا كانت عايزه كده. الكاميرا عايزه اتاكد تتمسح. ان الكاميرا عايزه تتمسح كده. عشا سيف ولا حاجه ده. ودي يا ضو. دبابه. افتكر ريتش فايانا ولا بلاش افتكر حد عايش. روني كولمان. لا روني كولمان عايش باصابات. افتكر حد جامد عايش. دبابه. عاش. دبابه. اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. وحش ما شاء الله. مزيكا. هو بارتشلز هو ده. كينجو. ده بس هو ما كانش عايز يشغل الباي. فاهمان. دايما الناس بتحب تجيب حد يصورهم. لا انا بحب حاجتي. انا كنت لسه اقول لك ركز في الميك اب. ولا حاجه. ماي مان الجمله كان فيها بارتشلز. ماشي كتير قوي. هتزود اللي بعدها 7 عضلات وتلعب بارتشلز. بهزر. اقوى جرد في مصر ولا فورمه اقوى جرد في مصر ولا اقوى جرد في مصر. اقوى جرد في مصر بجد. ودي وينش يلا. ولا حاجه. اكيد ستريت فيس. بس كده البايسب اللي شغاله. العب خش. باك اوف ولا واحده باك اوف نعمل فيها كواليتي سيتس. كواليتي ريبس قصدي. طب خد ده سيب بلبسه شويه. ليه مايك؟ حلو الجو ده. اجواء البومبينو. البومبليانا. البومبليانو ده اعلى ليفل من البومبينو فاهم. والسكسونيك. والسكسونيك ده بقى اللي هو الوحش. التوب البري جود بتاع الكلام ده كله. يا عم عايز تنزله هو مين هيلحق يعمله يعني؟ بس يا اسطى في ناس بتصنع في تحت السلم ممكن في مينت الا مينت. ممكن تنزله بكره. انا بقالي 3 اسابيع بس عشان اتاكد ان البرودكشن ابن ناس. هو بص دكن على الشمعه. دكن على الشمعه كده كده. عشا ضوي. ايه يا اسطى طلعت ولا ايه؟ يا ريتني جبت الجيم بين. طب كورونا حط طلعت خلاص. ايزي. ايزي. اهو
عمل سيلي ايوه ايوه قفشتك. ولا بتفوكس ولا حاجه على فكره، انت مبدع. ما قدرتش امسك نفسي. ما انت بطأ بقى وبوز. ما انت بطأ وبوز قوي بقى. بطأ وبوز. يلا يا ايزي. اديني انيل سيلي فيس عندك. هو اللهم بارك. عايزين نشوف التمرين من غير كميه البريشر اللي احنا فيه ده. التمرين ما فيهاش تصوير. ايه الاوزان دي يا جماعه؟ ما انت بطأ وبوز قوي بقى. يعني هتلعب على التاب للاسف. هو خفيف تقريبا، يبقى فيه بكر كتير مش عارف. انت مؤمن بحوار ان البكر بينزل؟ جدا جدا. لو حاجه دول حاجه سنجل بولي ودول، شوف بص على الكيبل. دخلت اشوف الميكانيزم بتاعها، حاولت اقرب فيه ما فهمتش. بص على الكيبل السنجل ودول. غير اللي تحت. كمان بيست. طفطوف تخش هنا صح؟ ايزي يا بيرجو. ودي يا عم سيف بقى. فيه هو عطل فشخ يلا ما شاء الله. كويس ناس. ودي بقى يا عم. تعالى عايز تخش هنا؟ هو كان في تليفون هناك. لقيته؟ ودي يا ضو. ها اللهم بارك. جينز. ودي يا عمنا. ودي يا عمنا. ادم عدى يا دوما. ادينا هاي فايف. هاي فايف هاي فايف. عدى وهات اليويو اللي في ايدك ده. لا انا عايز اليويو بصراحه. كلم ماما. ادم كلم ماما. خش الايس. ايزي بوي. ده جاي فليكس. في عدد تاني هناك. لا خلاص. مش هقدر اعملها تاني. عارف ان انا تلبيسي بتكبر عشان بتشتغل وانا بلعب رفوفه. عشان بيلعب رفوفه غلط. مش بعرف افصل. انا اكتافي بتكبر ترابيزي لا. بكام؟ لا والله ولا ايه. انا بقالي تمرينتين مريح. بابي تشولو. اتفضل. عشدوني. عشرون. وانا اللي بلعب غلط، هات ترابيزك دي اللي تشتغل. عادي. ان شاء الله. بس. الواد ابو الضو. جيتنج بيكر. ما شاء الله. بكام ده؟ 50. 22. ونش يا ضو. عارف ايه اللي ممكن ينزل؟ في بطاطس
دايما عشان حاطط ايدي كده تحت عشان اشوف لو البايس اتقفش، لو هتتقطع ولا لا. اه بشوف لو في كرامب في حاجه، وبعد كده خلاص بقى هو مكمل لوحده. ودي ركز. اتسلت الهيب. ايزي. بسم الله الرحمن الرحيم. الساعة دلوقتي 1، خلصنا تمرين وكل واحد يتوكل. بس انا شخصيا كان عندي مشوار في التجمع، اول ما خلصت وكلت حاجة خفيفة ورجعت البيت. جيب الانفية عملت معايا جلاشة تاني مرة الاسبوع ده. ودلوقتي الساعة 1 عايز كده اخلص شوية ايميلات، وفي حاجة مهمة محتاج ان انا في حاجة مهمة محتاج ان انا امضيها، فمحتاج اعمل دي دلوقتي. والحاجة دي بقى لها اسبوعين وكل يوم بنسى بصراحة، تقريبا 10 ايام كمان مش اسبوعين، بس مش مهم نخلص منها بقى على طول. وبكده يكون خلص الفيديو والفلوج بتاع النهارده. طبعا بيرجو كان برضه مصور اليوم ده، فتأكدوا طبعا ان انتوا تخشوا على الشانل بتاع بيرجو عشان تشوفوا المنظور بتاع الاستاذ من الفلوج اللي صوره والتمرين اللي صوره ببساطه. وطبعا لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. مهم من كل ده ان انتوا تدوسوا على الجرس اللي تحت عشان تكونوا من اوائل الناس اللي بتشوف الفيديوهات بتاعي. ولو في اي حاجه عايزين ان احنا نتكلم عليها ما تنسوش تكتبوها في الكومنت سيكشن تحت. وكان معاكم سيف الضوء من ايفولف، بشوفكم في الفيديو الجاي. سلام عليكم.